يا فرحة ما تمت خدها الغراب وطار. السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ وحشتوني جدا ويا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة وخلونا نروح لنادي الزمالك وحديث عن أرض الفرع الثاني لنادي الزمالك في 6 أكتوبر. حديث الشارع الرياضي دلوقتي، ويقول لك الفلوس راحت فين، فلوس القروض راحت فين، الأرض مش عارف ايه، مستثمر مش عارف بيحصل ايه، كومباوند، الحاجات دي. خلونا حصريا ننقل الاحداث بشكل رسمي، وبيان من رئاسة مجلس الوزراء المصري فيما يخص قرار سحب ارض نادي الزمالك. وخلونا بس كده من البداية نتكلم في حاجة مهمة جدا. انا لو عندي اخويا شايفه بيغرق، هاخده وهشده معايا للنجاة، ولكن اخويا مش عايز، وكل لما اعمل كده الاقيه بيقول لي لا امشي انا عايز اخرج. والكلام هنا عن جمهور نادي الزمالك. سبق واتكلمنا وقلنا ان اي نادي او اي فريق جماهيري اللي بيسوقه هو الجمهور بشكل كبير جدا. النادي ملك الجمهور، ولا ملك المجلس ادارته، ولا ملك جمعيته العموميه، ولا ملك الا بقى يعني ما هو اعضائه هم من جزء من الجمهور، ولكن الجمهور او الشعب. نادي الزمالك نادي عظيم جدا، نادي جمهوره كبير جدا في مصر وبره مصر، دي حقيقه. وانا كنادي اهلي وكجمهور نادي اهلي، نادي الزمالك يعني مش عايز يفوق ومش هيفوق، وهيفضل طول عمره كده، هيفضل طول عمره نظام، اسف، مفتوح. غير النادي الاهلي نظام مقفول محكم. أبنائه بيحبوه، مجلس إدارته بيحبوه، جماهيره وجمعيته العمومية بيحبوه، لعيبته بيحبوه، إعلامه بيحبوه. كل حاجة في النادي الأهلي بتحب النادي الأهلي، ولكن الزمالك ونادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك وكل ما هو زملكاوي بيكره نادي الزمالك. ليه؟ أي حد بيجي يغرف ويشيل ويعبي ويمشي، يغرف ويشيل ويعبي ويمشي، ويفضل نادي الزمالك بينزل لتحت مش بيطلع لفوق. ويجوا دايما يلوموا علينا ان احنا بنطلع لفوق. ليه؟ لان احنا هتقع من البدايه من زمان قوي مجالس الادارات المتعاقبه، وان جمهور النادي الاهلي بالمرصاد مع اي خطأ ومع اي حاجه ضد مصلحه النادي الاهلي بترفضها. وخلونا برضو في ناس بتقول ان الاهلي ساعات بيعمل حاجات مشبوهه او صفقات مشبوهه او مش عارف ايه، او لعب او مش ايه، او كباري او ايا كان، اي حاجه بتحصل. ولكن دايما دايما لما بيكون اي حاجه تبقى في مصلحه النادي الاهلي احنا معاه، سواء غلط او صح. بس الغلط لما بيبقى غلط ما ينفعش بنطلع ننتقده ونبينه ونوضحه ونظهره، ما بنكسفش ان احنا ننتقد حاجه زي كده، زي صفقه موديست، زي صفقه برونو سافيو، زي صفقات كتير حصلت مع النادي الاهلي. ده غلط، دي حاجات غلط طلعنا وانتقدناها. مدير فني زي سواريش، انتقدنا اللي جابه وانتقدنا الوقت اللي هو جه فيه. حاجات كتير زي كولر لما واخد معانا بطولات قد كده ويرجع يخيب بنطلع ننتقد. كلنا ايد واحده بننتقد. كابتن خطيب، موضوع تركي آل الشيخ، طلعنا وانتقدنا وطردنا
الحاجه الغلط او الوحشه او اللي تسيء لينا ولنادينا. نادي الزمالك العكس، عكس عكاس على طول. فده نتيجه سنين وسنين، مش حاجه عابره. ولما بقول سنين وسنين، موضوع الارض ده اللي احنا اللي الناس كلها بتتكلم عليه، الموضوع يا جماعه بقاله 22 سنه. انتوا متخيلين؟ لما انا الارض نفس مساحات الارض، الاهلي واخد نفس المساحه 128 فدان، والزمالك واخد 128 فدان. من 2003 لحد دلوقتي الاهلي خلص وشطب وفنش الفرع ده، وفتح فرع تاني في التجمع، فرع رابع في التجمع. انتوا فين؟ عملتوا ايه؟ ده بيقول لك النادي بعد 13 سنه تقريبا، ولا مش عارف كام سنه، 12 سنه، انا هجيب لكم يعني بالادله يعني، انجزوا وعملوا. بعتوا لهم خطاب ان لو ما عملتوش حاجه هنسحب الارض، فيقوم بعدها بكام سنه تاني ينجزوا 1%. 1% ده اللي هو العامل اللي انتوا، او حارس الارض اللي جبتوه، هو ده ال 1%. ده الانجاز. فبجد موضوع يحزن. بس تطلع تقول لك يا عم انت مالك، خليك في ناديك ومالكش دعوه ومالكش فيه ومش عارف ايه. طب ما احنا بنبقى في نادينا وما بنبقاش لينا فيه ومالناش دعوه، وانتوا برضه بتجيبونا في جمله مفيده سواء جمهور او اعلام. ما احنا بنفضل، فاحنا كده كده اوريدي في حالنا، احنا اصلا من كتر ما احنا في حالنا مش لاقي حاجه نعملها، فهنتكلم عليكم. تعالوا بقى، تعالوا نتكلم شويه عليكم. احنا بنبقى في حالنا، والاعلام بتاعكم وجمهوركم والناس المؤثره في المجتمع بتجيب سيره الاهلي وتحط دايما اي غلط واي حاجه تحصل جمله مع الاهلي بجمله مفيده. طب انا كمان هعمل كده، يلا بينا. وده بقى سيبوكوا بقى، انا مش جايب معلومات من قنوات ولا من جرايد ولا صحف ولا صفحات، انا جايبها من موقع وزاره رئاسه مجلس الوزراء فيما يخص قرار سحب الارض المخصصه لنادي الزمالك بمدينه حدائق اكتوبر. فقد تم تخصيص الارض لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم منح جميع المهل اللازمة والتيسيرات. وفي عام 2020، 17 سنة، تم صدور قرار بإلغاء تخصيص الأرض لعدم إثبات الجدية في التنفيذ. 17 سنة، أنتم متخيلين؟ وفي عام 2021 وجه فخامة السيد الرئيس الجمهورية دعما لقطاع الرياضة والمشتركين في النادي بالآتي: قيام وزارة الإسكان منح نادي الزمالك مدة عامين كمهلة إضافية أخيرة لنهو كافة الإنشاءات واستكمال جميع الأعمال على قطعة الأرض المذكورة، مع أخذ التعهدات اللازمة على النادي بأيلولة قطعة الأرض بما عليها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر حال عدم الالتزام بتنفيذ ذلك بكل دقة. أيلولة الأرض يعني تقول لي، يعني هو اللي يبقى المسؤول عن الأرض وياخدها وتبقى في حوزة الجهاز. تمام. تم إنهاء المهلة المفتوحة لنادي الزمالك في 10 نوفمبر 2023، وكانت نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لا تتعدى 1%. اللي هو احنا جبنا، صورنا الأرض وجبنا حارس يقعد فيها، ده الواحد ده أقل من 1%، مع احترامي للحارس ده طبعا مهنة يعني شريفة جدا، ولكن هو ده اللي حصل. تمام. وبالتاريخ 4/4/2024 أرسل نادي الزمالك خطابا متضمنا برنامج زمني مكثف لتنفيذ كافة عناصر المشروع، مع تعهد النادي بالالتزام بالمدة المذكورة في البرنامج والذي ينتهي في يوليو 2025. وتضمن خطاب النادي أنه وفي حالة عدم الالتزام بالمدة المذكورة تؤول الأرض وما عليها من مباني لجهاز حدائق أكتوبر. وبمتابعة الدورية تبين أنه لا يوجد أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال، مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ. وفي 4 يونيو 2025 تم مخاطبة نادي الزمالك بأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض بما عليها، اللي هو السور والحارس. ولعدم الالتزام بالتنفيذ خلال مهلة العامين، وبناء عليه صدر قرار سحب الأرض في 11 يونيو 2025، وتم تنفيذ القرار 19 أغسطس 2025 اللي هو امبارح يعني. وبالنسبة للخطاب الصادر من السيد مستشار فخامة رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني
بتاريخ 4 أغسطس 2025 فإنه قد صدر بعد صدور قرار السحب، لذا فإن الرأي الذي قد صدر فيه في غير محله، وذلك بناء على إفادة سيادته بذلك. بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ادي القصة وما فيها. المهلة خلصت، ادينا لكم مهلة 17 سنة ما عملتوش حاجة، ادينا لكم مهلة تاني كام سنة ما عملتوش حاجة، ادينا لكم مهلة تالت من توجيهات الرئيس ما عملتوش حاجة، وبناء عليه الموضوع انت وبناء عليه في ناس بقى بتقول لك دول خدوا قروض على حس الارض، ده في قطعة اتخصصت من القطعة الكبيرة عشان يتبني عليها كومباوند لمستثمر ودفع رقم. سيبكم من الكلام ده كله، لانه حتى لو ده حصل ملوش لازمه نفتحه ونتكلم فيه اصلا ولا اي حد ياخد فيه. انت الارض واخدها بقالك 22 سنه يا مؤمن، ما بنيتش حتى اوضه، غرفه، ما بنيتش حتى مبنى، ما بنيتش حتى المسجد اللي الناس تصلي فيه في النادي. لميت على حس الكلام دوت، خدت قروض والقروض بتدفعها ليه؟ آه، آه، اقساط وديون عليك. طب مال الارض بالكلام ده؟ مال الناس اللي انت لميت عضوياتهم للكلام ده؟ نادي الزمالك ما ينفعش يحصل فيه كده، ما ينفعش. لازم الجمهور يثور على مجلس الإدارة وعلى أي حد فاسد يجي ما يحطش خطة. المجلس ده قال أنا هعمل وأسوي وهعمل وأسوي وهعمل، بقاله كام سنة موجود أهو، سنتين ولا شوية، ما عملش حاجة. بقالكوا 23 سنة واخدين الأرض، جايين دلوقتي تقولوا هنخلصها في سنة؟ كلام ما يخشش العقل. وطبعا محدش هينفذ لكم اللي انتوا بتقولوا عليه دوت. فطبعا يعني حاجة تكسف، وحاجة الواحد بجد مش عارف يعني يقول ايه. طبعا تعليقات الناس بقى على البوست ده كانت غريبة جدا. برضو الناس داخلة دي نظرية مؤامرة، دي انتوا ضد الزمالك، يعني الزمالك لما جه يشتغل انتوا عايزين تهدوه، وبرضه بيحطوا الاهلي في جملة مفيدة. كل ده عشان خاطر ننوس الدولة، نادي الدولة، مش عارف ايه الكلام دوت. ايه الكلام ده يا جدعان؟ ننوس مين يا جدعان؟ انتوا اللي ننوس قوي، انتوا اللي ننوس جدا وعلى الاخر. احنا مش عارف نعمل لكم ايه، مش عارف بجد. الدولة واقفة معاكم بطريقة غريبة، والوزارة ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الكورة ده ناقص الاتحاد الدولي يصرف عليكم ويلغي العقوبات اللي عليكم، ويبقى القيد مفتوح مدى الحياة من غير عقوبات، وما فيش أي حاجة، ما تدفعوش فلوس وما تدفعوش مرتبات وما تعملوش أي حاجة، وتفضلوا كده سايقين الدنيا. ما هو فعلا ما فيش محاسبة للي بيجي مجلس الإدارة، فيعمل اللي هو عايزه. فتعليقات بقى الناس، ويا ترى كرئاسة واحد اسمه رضا عاطف، ويا ترى كرئاسة مجلس الوزراء رأيكم ايه في قرار السيد رئيس الوزراء؟ على فكرة احنا كمشجعين ومنتمين لنادي الزمالك حاسين بظلم كبير، وحاسين ان الدولة ضد نادينا. مش معقول على مدار تاريخ النادي كل يوم مشكلة، ودلوقتي سحب الأرض، وليه التعامل مع النادي بحجم الزمالك وجماهيره بالطريقة دي؟ وتعنتكم ده دليل على ازدواجية المعايير في تطبيقها على الجميع. العالم كله عارف اللي مر على الزمالك من مشاكل وقضايا وحل مجلس إدارات، ولما بدأوا يشتغلوا صح بتعملوا كده. كرهتونا في الرياضة وفي الكورة وتقريبا مش عارف ايه يا عم. ايه ده؟ بجد فعلا ازدواجية معايير. انا كنادي اهلي بجد انا بطل، انا عالمي، انا في حتة تانية زي ما كلنا بنقول كأهلوية، ان لو بجد بيتطبق عليكم نفس اللي بيتطبق علينا، ورب تكون كان النادي اتقفل من زمان ومتشمع وكان اتقلب مركز شباب وخلصنا من الدوشة دي. تعليق تاني برضو على البوست من حازم عرام. يعني من 2003 محدش اشتغل فيها، ولما بدأوا يشتغلوا تسحبوها؟ دي كده رؤية اقتصادية وسياسية ولا قرار من موظف؟ يرد عليه طه يوسف عبد الصمد، وده شكله أهلاوي، وهم كانوا نايمين يا اسطى ولا ايه؟ ايه يا اسطى بجد؟ في ايه؟ ما هو الرد أهو. الرد ده هم كانوا نايمين 2003 ودلوقتي جايين يشتغلوا هتعملوا في 23 سنة، ما عرفتوش تعملوها هتعملوه في سنة؟ الكلام لازم يبقى بالمنطق يا معلم حازم. عمر فارس، كرهت الواحد في الاهلي والله حاجه تقرف بجد فعلا. محمد جمال عشري، انتم مطبخينها بقى، هيبان ناويين على ايه؟ لا لسحب الارض، هاشتاج لا لسحب ارض الزمالك من اكتوبر. بجد والله الواحد حزين بجد. يعني احنا بنقول نركز في الكوره، وبنقول
سيبوكم من الارض خلاص بجد. موضوع انتوا مش قادرين اصلا تقوموا فريق كوره، مش قادرين تاخدوا بطولات وتنافسوا النادي الاهلي في حاجه، ودلوقتي ما بقيتوش قادرين تحافظوا على المركز الثاني والاسيوطي جه خدوا مكانكم. فانتوا خليكم في الكوره الاول، نركز فيها ان انتوا تقوموها. احنا مش هنتدخلكم في حاجه تاني ولا هننصحكم بحاجه، لان الجمهور فعلا باين اهو من تعليقاته ان آه، ان الجماهير بتاعه نادي الزمالك زي ما هي وهتفضل زي ما هي، ومش هيتقبلوا نصيحه من حد هيقول لك خليك في حالك مالكش فيه، احنا اعظم نادي في الكون، احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر، وشعارات وهميه وحاجات هم بيصدروها ليهم كمجلس ادارات عشان يلهوهم ويشغلوهم والكلام دوت، وما يبصوش للمشكله الرئيسيه والحقيقيه ان هم اصلا نادي واقع والدوله كلها بتساعده وبتسانده. بصوا هقول لكم على حاجه، انتوا الحل يعني برضه مش عايزين نصيحه بس اقول لكم الحل ان انتوا تعملوا صندوق زي صندوق تحيا مصر كده جوه نادي الزمالك، وبجد كل جماهير ومحبين نادي الزمالك يشاركوا في ده. واللي يمسك الصندوق مش رئيس مجلس اداره النادي، حد بيحب النادي بجد. شوفوا بقى كابتن يعني من كباتن النادي الكبار، ممكن يعني كابتن حازم امام مثلا، سيبكم من ميدو طبعا والناس دي وكابتن فاروق جعفر مع احترامي ليهم جدا، بس لا يعني في ناس كده بجد. كابتن وائل اباني راجل محترم جدا وانا بحبه قوي، وراجل يعني ممكن يحافظ على الصندوق. خلوه هو اللي يمسك الصندوق، حد من النادي بيحب النادي من الكباتن القديمه، وكل جمهور الزمالك يتبرع للنادي بتاعه ويحط مبلغ محترم جوه النادي. زي ما انتوا كنتوا بتقولوا عايزين نجدد لزيزو، انا ادفع مرتبي مش عارف لزيزو، مش عارف الكلام اللي طلع الناس قالته دوت. اعملوا ده، حطوا المرتبات بتاعتكم لنادي الزمالك مش للعيب ولا المجلس اداره ولا اي حد، ويبقى كله مشارك في من محبين نادي الزمالك، يبقى كله مشارك في ان النادي الزمالك يقف على حيله. ليه؟ انتوا هتفضلوا تحت وطأة او تحت حكم مجلس اداره يجي يهبش ويمشي ويعمل اخطاء ومخالفات ماليه ويعمل صفقات والكلام دوت وعمولات وسمسره والقصه دي ويمشي وما يبقاش واللي يفكر يدور وراه يدور عادي، انتوا كده كده الناس معاهم محاميين وبتاع مش عارف ايه، والقضيه تقعد مثلا 10 15 20 سنه لحد ما حق النادي يرجع، اذا اصلا رجع له حق. يا اما يجي مثلا رجل اعمال زملكاوي محب لنادي الزمالك يدفع فلوس قد كده وياخد شيكات على النادي، وده لو محب مش هيعمل كده. بالعقل، خلوها بالعقل. فما تفضلوش تحت حكم دايما رئيس مجلس اداره نادي جاي يهبش ويمشي، ولا تحت حكم رجل اعمال جاي يمضي النادي على شيكات ويبقى النادي تحت حكمه، ويبقى دايما المشهد يتصدر ان اي نجاح او اي انجاز يا اما رئيس مجلس الاداره يا اما للكابتن او لمحب النادي رجل اعمال فلان الفلاني. خلوا النجاح دايما ليكوا انتوا كجمهور. قوموا الاول فريق الكوره، انتوا مش تعرفوا تبنوا ارض ولا تبنوا عشه اصلا لفرع نادي الزمالك التاني. سيبوكوا بقى من القصه دي، تمام؟ فكروا في حاجه في الكوره الاول، فقوموا النادي ككوره ومنشآت جوه النادي والناس تاخد مرتباتها وهو اول باول، وتعرفوا تاخدوا بطولات زي زمان. احنا هناخد الدوري وافريقيا وانتوا الكاس والكونفدراليه والسوبر يعني حاولوا. وفي الالعاب الصالات اللي طبعا كلكم بقيتوا كل العاب الصالات اللي كنتوا بتفتخروا بيها زمان احنا خلاص احنا بعديناكم وقربنا نكسر ارقامكم كلها، وما تعرفوش توصلوا لنا كمان في العاب الصالات بعد ما القدم ما بقيتوش في بينا وبينكم 40 سنه لو احنا قفلنا النادي. في العاب الصالات نفس بس برضو القصه هنحصلكم وين عديكوا مراحل ونكسر الارقام ونكسر الدنيا في الالعاب الصالات. فارجعوا تاني، فوقوا، اعملوا ده، رجعوا قيمه نادي الزمالك تاني وان النادي ملك الجمهور تاني، وبعد كده تبقوا تدوروا على الارض. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والاهلي للجميع، الاهلي فوق الجميع زي ما دايما بنقول، علشان كده الاهلي فوق وهنفضل دايما فوق. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ومتنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير على قد ما تقدروا، واشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم.